بكم أعزائي المستمعين في فقرتكم الأسبوعية بريس، نستعرض لكم فيها أبرز ما تداولته الصحف وبعض المواقع الإلكترونية، ونسلط الضوء على مقال اخترناه. لدينا اليوم صحيفة المدن الإلكترونية، موقع درج الإلكتروني، العربي جديد، القدس العربي، الحياة، العرب اللندنية، وصحيفة البيان الإماراتية. أهلا بكم مجددا. نستهل جولتنا الاستعراضية اليوم مع أبرز ما تداولته صحيفة المدن الإلكترونية خلال هذا الأسبوع، حيث نشرت ضمن صفحة عرب وعالم مجموعة مواد نذكر منها حمص الشمالي، تلاعب روسي وتصعيد من النظام، ونقرأ أيضا الرقة، مقبرة جماعية تكشف هول جرائم داعش. كما ونقرأ في صفحة الثقافة مجموعة متابعات نذكر من أهمها كيندريك لامار، الفائز ببوليتيزر الموسيقى، هكذا اختزل أمريكا سوداء. كما ونقرأ كذلك عرس الدم في حمانة، لوركا في مشهدية سياحية. بينما حوت صفحة الرأي المختصة بالمقالات مجموعة مواد منشورة نذكر منها مقالة أتت بعنوان سوريا وسيناريوهاتها الخمسة، كتبها الصحفي إياد الجعفري، فيما كتب الصحفي وجيه قانصو مقالة بعنوان ضربة تقنية تبحث عن معنى. وننتقل معا إلى أبرز عناوين هذا الأسبوع لموقع درج الإلكتروني، حيث نقرأ ضمن صفحة الترجمات مجموعة مواد نذكر من أهمها كيف يتغلغل اليمين المتطرف في عقول الشباب، وهي مادة من كتابة إيلي كونتي. فيما نقرأ ضمن صفحة سجال فيديو المرشحة العراقية، حرب مفتوحة على النساء. كما ونقرأ ضمن باب التحقيقات لم الشمل، حق لم يعد يؤمنه القانون الألماني للاجئين. وننتقل معا إلى أبرز ما تداولته صحيفة العرب جديد خلال هذا الأسبوع، لنقرأ ضمن صفحة الرأي المختصة بالمقالات مجموعة مواد نذكر منها مقالة أتت بعنوان أسئلة من سوريا، وهي من كتابة الصحفي معن البياري. فيما كتب الصحفي عماد ديوب مقالا بعنوان عندما تدمر الممانعة مخيم اليرموك. فيما نقرأ ضمن صفحة الثقافة مجموعة أخبار ومواد نذكر من أهمها معرض الكتاب المستعمل، غدامس ومخطوطاتها. ونقرأ كذلك أسطح افتراضية، محمد عبد الله يستلهم العمارة التفكيكية. ونقرأ ضمن صحيفة القدس العربي وضمن باب الرأي المختص بالمقالات مقالة أتت بعنوان السياسة الغربية لا وفاء للحلفاء، وهي من كتابة الصحفي مالك التريكي. فيما كتب الصحفي شفيق ناظم مقالة بعنوان سوريا بين التناقضات. لننتقل لصفحة الثقافة ونقرأ مجموعة مواد ومتابعات ثقافية نذكر منها الأفاعي لا تقطنوهنا، الخيال ينقذنا من ظلمة الواقع. ونقرأ كذلك هوامش على قصيدة المقالة أعلنت اليأس، كيف نقرأ الشعر تحت وقع الحرب. فيما نشرت صحيفة الحياة مجموعة من المواد ضمن أقسام الصحيفة نذكر منها وضمن صفحة الرأي مجموعة مقالات كانت من بينها مقالة بعنوان حلف بغداد لمواجهة التحالف الدولي وإسرائيل، من كتابة الصحفي جورج سمعان. فيما كتب الصحفي علي العبد الله مقالة بعنوان كانت ضربة سياسية بوسائل عسكرية. لننتقل للقسم الثقافي ونقرأ مجموعة مواد من أبرزها خليل الصويلح، روايات سورية عن الحرب أشبه بوجبات جاهزة. كما ونقرأ أيضا السعودي عزيز محمد يفتك بمرض السرطان روائيا. فيما نشرت صحيفة العرب اللندنية مجموعة مواد ضمن أعدادها الصادرة خلال هذا الأسبوع، حيث نقرأ ضمن صفحة المقالات مقالة أتت بعنوان النفوذ التركي يتسلل إلى الصومال بالتواطؤ مع قطر، وهي من كتابة الصحفي سالم حميد. فيما كتب الصحفي إدريس الكمبوري مقالة بعنوان أردوغان وسياسات المباغتة. فيما نقرأ ضمن صفحة الثقافة مجموعة مواد نختار من أبرزها شعراء ورسامون وفنانون يجمعهم الحلم السريالي. ونقرأ أيضا طقس سريالي احتجاجا على نظام التعليم الفرنسي للصحفي عمار مأمون.
وننهي جولتنا الاستعراضية لهذا الأسبوع مع أبرز ما ورد من عناوين ضمن صحيفة البيان الإماراتية، حيث نقرأ ضمن صفحة المقالات مجموعة مواد منشورة نذكر منها مقالة بعنوان الإسرائيليون والدولة اليهودية خذ وطالب، وهي من كتابة الصحفي محمد خالد. فيما يكتب الصحفي البدر الشاطري مقالة بعنوان مايك بومبيو والسياسة الخارجية الأمريكية. لنقرأ ضمن صفحة الثقافة مجموعة متاعات وأخبار نذكر منها الشارق القرائي للطفل يناقش الانتماء في الإبداع الأدبي، ونقرأ أيضا الوطني للإعلام وفيسبوك يتعاونان للحد من انتشار الأخبار المغلوطة. أهلا بكم مجددا أعزائي مستمعي فقرة بريس الأسبوعية. اخترنا لكم هذا الأسبوع مقالا منشورا تحت عنوان سوريا واشنطن توازن بين رغبتها بالرحيل وبين مواجهة إيران، من كتابة الصحفي سلام السعدي، المنشور على صفحات جريدة العرب الصادرة في لندن. ويدور المقال برمته حول اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية خروجها وانسحابها من سوريا، ومن ثم الرجوع عن هذا الأمر، وعلاقة هذا الرجوع عن الأمر بمخافة ازدياد النفوذ الإيراني في المنطقة، وما سيجلبه الأمر من إضعاف للقوى الموجودة. حيث يقول المقال: ترامب يطرح فكرة القوى العربية المشتركة في حال لم تجد تلك الفكرة طريقها للتنفيذ كما هو متوقع، فمن المرجح أن تواصل الإدارة الأمريكية طرح خيارات تحقق التوازن بين رغبتها في الرحيل وأهمية صد النفوذ الإيراني. حول هذا المقال التقينا الصحفي الكردي السوري حمزة همكة وطرحنا عليه ما يلي. سيد همكة، هل يتعلق أمر طرح وجود قوات عربية مشتركة في سوريا عوضاً عن القوات الأمريكية بمحاولة صد النفوذ الإيراني في المنطقة؟ وكيف ذلك؟ على وقع اتجاه المشهد العسكري في مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب في الشمال السوري إلى التعقيد أكثر فأكثر، خاصة بعد موضوع عفرين والاجتياح التركي وبعض تصريحات الرئيس الأمريكي التي أوحت بداية إلى نية الولايات المتحدة بالانسحاب القريب من هذه المناطق، ثم تراجع حتى هذه التصريحات. أتت مسألة استبدال القوات الأمريكية بأخرى عربية بقيادة المملكة العربية السعودية كاحتمال وارد، كما العديد من الاحتمالات الواردة في ظل هذا المشهد الضبابي. لكن على الرغم من ذلك فإن هذا الاحتمال لو حصل فعلا فإن المنطقة ستتجه إلى حالة أكثر تعقيدا في ظل التنافس السعودي التركي في قضايا زعامة العالم السني، وكذلك الأزمة القطرية الخليجية والخلاف السعودي مع إيران. أمور كثيرة تجعل من تنفيذ هذا الاحتمال صعبا للغاية. من جهة أخرى لو تم تنفيذ الاحتمال فإن الأمر لن يتعلق بكبح النفوذ الإيراني في سوريا فحسب، بل سيكون ذلك كبحا لطموحات تركيا في النفوذ إلى العالم العربي من خلال البوابة السورية. فعلى الرغم من أن السعودية في مواجهة مصرحة بها مع إيران في المنطقة، فإنها في مواجهة مستترة مع تركيا أيضا بخصوص الملف السني وإدارته في المنطقة. لذا فإن التوجه إلى القول بضعف تنفيذ الاحتمال يبدو أكثر منطقية، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست وحدها من تقرر ما ستؤول إليه الأوضاع في سوريا، في ظل وجود دول قوية مشاركة في التحالف معها مثل فرنسا ودول أوروبية أخرى لها مصالحها الخاصة بها في المنطقة ودولها الإقليمية. الدول التي تشارك أمريكا القلق من النفوذ الإيراني هل ستقبل بهذا الحل؟ أي أن تكون هناك وجود قوات عربية مشتركة؟ ولماذا؟ بطبيعة الحال وعلى واقع اتجاه المشهد العسكري في منطقة سيطرة وحدات حماية الشعب في الشمال السوري إلى التعقيد أكثر فأكثر، خاصة بعد موضوع عفرين والاجتياح التركي وبعد تصريحات الرئيس الأمريكي التي أوحت بداية إلى نية الولايات المتحدة بالانسحاب القريب من هذه المناطق، ثم تراجع حدة هذه التصريحات. أتت مسألة استبدال القوات الأمريكية بأخرى عربية بقيادة المملكة العربية السعودية كاحتمال وارد، كما العديد من الاحتمالات الواردة في ظل المشهد الضبابي الحاصل في هذه الرقعة الجغرافية.
لكن على الرغم من ذلك فإن هذا الاحتمال لو حصل فعلا فإن المنطقة ستتجه إلى حالة أكثر تعقيدا في ظل التنافس السعودي التركي في قضايا زعامة العالم السني، وكذلك الأزمة القطرية الخليجية والخلاف السعودي مع إيران. يعني أمور كثيرة تجعل من تنفيذ هذا الاحتمال صعبا للغاية. من جهة أخرى لو تم تنفيذ الاحتمال فإن الأمر لن يتعلق بكبح النفوذ الإيراني في سوريا فحسب، بل سيكون ذلك كبحا لطموحات تركيا في النفوذ إلى العالم العربي من خلال البوابة السورية، لأنه على الرغم من أن السعودية في مواجهة مصرح بها مع إيران في المنطقة، فإنها في مواجهة مستترة بصورة ما مع تركيا أيضا بخصوص الملف السني وإدارته في المنطقة. لذا فإن التوجه إلى القول بضعف تنفيذ هذا الاحتمال يبدو أكثر منطقيا، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست وحدها من تقرر ما ستؤول إليه الأوضاع في سوريا، في ظل وجود دول قوية مشاركة في التحالف معها مثل فرنسا ودول أوروبية أخرى لها مصالحها الخاصة بها في المنطقة ودولها الإقليمية. وصلنا وإياكم أعزائي المستمعين لنهاية جولتنا الصحفية لهذا الأسبوع من بريس. إلى لقاء جديد وجولة جديدة، أتمنى أن تكونوا بخير.